جيت لك يا بورسعيد زهقان رجعت منك اخر روقان، يعني ده لازم يبقى الشعار بتاع بورسعيد، لانها حقيقه انت بتيجي بورسعيد ممكن تبقى زهقان متضايق، تيجي هنا تقضي يوم لطيف او يومين لطاف ويك اند وتروح تاني مغير مود تماما. فرقت ايه؟ ساعه ونص كده من القاهره عشان تستمتع ببورسعيد وباهلها. النهارده احنا موجودين زي ما انا قلت في بورسعيد. هنتكلم على مبادره رحله اليوم الواحد، او يعني اللي هو زي ما بنقول عليها كده نهايه الاسبوع تيجي تقضي يومين هنا. الظريف بقى زي ما انتم شايفين كده اكنك وراك دهب. انتوا عارفين نظام دهب مشهوره قوي بفكره العلامات التجاريه والكلمات المشهوره والاشعار بتاعتنا والامثله الشعبيه. وتلاقي الشيش الخشب بتاعنا احنا مشهورين بيه على فكره، صور ممثلين. تيجي المبادره دي هتلاقي حاجات حلوه كتير، هتلاقي البحر تتفسح، هتاكل احلى اكله سمك بالاكل الحلو بتاع بورسعيديه والطواجن الجميله بتاعتهم بتاعت السمك. هتقضي يوم لطيف، هتعمل بقى رياضات مختلفه، يعني في سكيتنج على البحر وغيره هنتكلم برضو عليها النهارده. ايه اللي ممكن يتعمل في اليوم الواحد، وازاي ممكن هم يعملوا هنا ايفنتس كتير جدا جدا بحيث ان هم يعملوا جذب على الاقل للسياحه الداخليه دلوقتي، وممكن قدام شويه زي ما كنا بنشوف زمان بورسعيد مليانه بالخواجات، ممكن ترجع في يوم من الايام تاني من خلال السفن الكبيره اللي بتعدي علينا محمله بالبضائع. تعالوا نشوف حكايه مبادره رحله اليوم الواحد وايه اللي ممكن فعلا تعمله بورسعيد من نشاطات مختلفه. يلا. لما تسمعوا عن بورسعيد واهل بورسعيد لازم تدوروا ورا قصصهم وتاريخهم. نعرف ان الناس دي كانت من كتر ما هي بتحب بلدها قوي بتدافع عنها بالروح. ستات ورجاله كانوا بيطلعوا وقت ما كان في اعتداءات والعدوان الثلاثي وغيره على مصر، كانت بورسعيد دي واقفه برجالتها بستاتها كله بيدافع. وعشان كده لغايه دلوقتي الخط ده لسه واصل لغايه دلوقتي، بس يمكن نوع الحروب مختلف، يمكن نوع الدفاع عن البلد مختلف. اهل بورسعيد بيحبوها قوي، وزي ما يمكن قلنا اكتر من مره هم مختلفين عن اي منطقه تانية موجوده في مصر. ده هنعرفه ليه من خلال طبعا واحد من المستثمرين المعروفين جدا في بورسعيد، واللي بيحب قوي بورسعيد وعامل مشاريع كتير جدا هنا، هو الحاج محمد جبر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مهندس محمد جبر عشان نبقى. اهلا وسهلا بحضرتك ونورت بورسعيد. باشمهندس، طبعا اولا احنا يمكن انا ونور دايما بنيجي مصر قريبه ومن وقت للتاني بنحس بفرق كبير، بس يمكن حصلت طفره كبيره قوي في الكام شهر اللي فاتوا، قول سنه مثلا. حصل فيها تغيرات بتحصل على مدى 5-6 سنين يعني. فقول لنا كده الطفره اللي حصلت دي انتوا كاهل بورسعيد وكمستثمرين شايفينها ازاي؟ والله انا شايف ان بورسعيد اتغير الوضع بالنسبه لها كتير جدا جدا، وبدا ان كل واحد النهارده يبذل مجهود على اساس ان احنا كلنا نشوف المنظر الجمالي بالنسبه لبورسعيد على اساس تبقى واجهه مشرفه، خاصه ان بورسعيد بتتمتع بموقع متميز، موقع استراتيجي يتمناه العالم كله، ودايما كانت هي محطه اطماع بالنسبه للاستعمار والجماعه دولي، على اساس الموقع الاستراتيجي الجغرافي بتاعها ده بالك كان مهم بالنسبه لهم. فاحنا بنحب بورسعيد ودايما بنحاول نعمل الجديد فيها. زي ما حضرتك شايفه المكان اللي احنا قاعدين فيه دول، يمكن لو قلت لك ان انا دخلت هنا يوم 12/2/2000 تاريخ صعب جدا، كانت الدنيا كلها ما فيش حاجه خالص، ولكن انا من حب البلد جيت وصرفت فيها ملايين من تعب وشقه وغربه، صرفتها هنا على اساس ان انا بحب بلدي، لان احنا كنا واحنا اطفال صغيرين كنا بنعمل بنادق خشب عشان نقف قدام الطابور الانجليزي اللي كان بيمر علينا، واخد بالك؟ حتى الشوكولاته اللي كانوا يحاولوا يدوها لنا الجنود الانجليزي والفرنساويين ما كناش بنقبله ونرفضه، لان كنا شايفين اهالينا بتقول لنا بلدنا بلدنا بلدنا، فاحنا طلعنا كمان بنحب بلدنا وبنقول لاولادنا بلدنا بلدنا. صحيح. والامور ماشيه بالوراثه دايما معانا يعني. طيب بورسعيد لما بنتكلم عليها كمان نبص لها كده من ناحيه الدراما، لو تفتكر فيلم اشاعه حب، الحفله الكبيره او الفيلم كله كان مبني على انه معمول في بورسعيد.
وكانت الشوارع تجنن. لغايه دلوقتي لسه البيوت دي موجوده والشكل الجمالي ده، معرفش يعني طرز معماريه كده احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها مع انها التراث بتاعنا. بس بورسعيد كان بيتعمل فيها فعلا حفلات بتحضرها مصر كلها، وكان بيجي لها ناس من كل مصر يجوا يحضروا هنا، يقعدوا 3-4 ايام. علية القوم والبشوات والناس الكلاس والفنانات الكبار اللي زي ام كلثوم وزي محمد عبد الوهاب وزي عبد الحليم يجوا يعملوا حفلات هنا. كله كان بيجي هنا بورسعيد، وكان لهم شاليهات بينزلوا فيها، كباين كنا بنقول عليها كابينه يعني، ما بنقولش عليها شاليه. وكانوا بيجي ينزلوا، ام كلثوم كان لها كابينه موجوده. فيلم إشاعة حب ده اظن كسر الدنيا هنا. في إشاعة حب وفي ايام بلا حب كان برضو بتاع كمال الشناوي برضو، واخده بال حضرتك. كان في يعني بورسعيد دايما مزار جميل جدا جدا، واحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله الايام اللي جايه تكون افضل واجمل بالنسبه لنا. بس احنا محتاجين برضو ان احنا نزود المزارات اللي عندنا ونهتم بها شويه، عشان يعني الزائر اللي يجي نقدر ان احنا نقول له تعالى هنوريك كذا وهنوريك كذا وهنوريك كذا. حضرتك المكان اللي احنا قاعدين فيه مش عايز اقول اسم، يمكن لو انت مشيتي فيه واتفرجتي فيه هتحسي كمان يعني، حتى ما تشوفي من الناحيه الرياضيه. احنا عاملين ملعب كره قدم كويس جدا جدا، عاملين ملعب حمام سباحه وباكواريوم او قصدي اكوا، عندي جيم حريمي، جيم للسيدات ده خاص بهم، ما فيش حاجه اسمها مشترك ان هو 3 ايام ولا 3 ساعات الحاجات دي، لا سيدات فقط. سيدات فقط ورجال لوحدهم جيم. بس احنا طبعا عملنا معادله تكون مظبوطه ان احنا ما نجيش جنب الرجاله ونزود لهم الحاجه وننقص من عند السيدات، فكنا أيوة. طبعا دي حته خوف شويه يعني، معلش، فلازم احنا نخاف يعني. الست هنا واخده حقها ومكرمه يعني، مش مهدور حقها ولا في عدم مساواه، لا هنا المساواه احنا بنشوفها كويسه جدا. بورسعيد الست واخده حقها يعني. الست البورسعيديه ست يعني بالبلدي كده ست جدعه جدا جدا، وتقف مع الراجل كويس جدا جدا. بتبدا معاه وهو من الصفر بيبدا، وتفضل معاه للنهايه. فبيكون لها دور فعال جدا جدا، وانا واحد من الناس يعني يمكن اللي وقفت معايا وساعدتني في النجاح بتاعي وانا في الغربه وانا هنا. لذلك هي زوجتي، الله، لذلك هي كمان يعني قدرت ان تديني وقت انا اشتغل فيه، وقدرت تربي الاولاد على اساس يطلعوا يحترموا الناس والناس تحترمهم. وانت النهارده فرحتك النهارده باولادك لما تلاقيهم مؤدبين محترمين، الناس بتحبهم، الناس بتعزهم، الحاجات دي كلها بتبقى انت فرحانه، بيبقى ده راس مالك اللي انت كنت بتتمنى ان هو يكون موجود، بقى موجود وتنمى وبقى جميل جدا جدا. لما نبتدي دلوقتي اللقاء كنت بتتكلم على لو البلد عايزه تنهض لازم في الاساس يبقى في صناعه، ونبقى مش بس بنكتفي بانتاجنا، احنا كمان ممكن نصدر. وبورسعيد حضرتك كنت بتقول انها يعني شويه كنا احنا بنيجي نشتري الحاجات المستورده من هنا وكده، ودلوقتي الموضوع ده يمكن يعني ما بقاش موجود، لكن الدوله عايزه ترجعه تاني. يمكن اكتر من 301 مصنع او 305 مصنع هيبقى موجودين في المنطقه الصناعيه وغيرها. في افكار جديده لصناعات مختلفه اللي بيها بقى ممكن كمان تجيب سياحه من خلال خبراء جايين في الصناعات دي، ومن خلال ناس جايه تشتري او تبيع او غيره. هو دايما الاستثمار ما بيعتمدش على جانب واحد، يعني لما تيجي تقول استثمار صناعي، استثمار تجاري، استثمار سياحي، الاستثمار العلاجي كمان، والاستثمار الرياضي، كل دي استثمارات. لما تيجي النهارده تركزي على كل حاجات من الاستثمارات دي تقدري توصلي البلد ان هي يكون فيها حدا جدا. الناس كلها بتجيلك من جميع، زي ما في ناس مثلا بتروح في الصحراء الغربيه واخده بالك على اساس ان هم عندهم روماتيزم ولا حاجه وبينزلوا في اللي هو في الدفن في الرمل، السياحه العلاجيه والاستشفائيه. ده حاجات مطلوبه جدا جدا. الصناعه لابد عن الصناعه. الدولة اللي هي ما بتصنعش هتفضل طول حياتها تعبانة، تستند على الغير، معتمد على غيري. لو انا محتاج قلم رصاص مش انا اللي هعمله، استنى واحد يبعته لي، طب ما بعتهوليش اولادي هيكتبوا ازاي ويتعلموا ازاي؟ فمطلوب جدا جدا الناحية الصناعية دي هي التقدم، وخاصة ان احنا بقينا في عالم التكنولوجيا دلوقتي، ما عادش في حاجة زي زمان. يعني ده في ارقام بتقولك ممكن يدخل بعد كده من الصادرات بتاعتنا 15 مليار دولار، وده رقم محترم جدا. ليه لا؟ ما انت النهارده لما هصنع وهصدر انا بجيب عمله صعبه، انا دلوقتي لما بستورد بدفع عمله صعبه.
فليه انا ما اخدش انا اجيب الخامات اللي اقدر اجيبها واصنع هنا في بلدي في مصر، وابدا ان انا اعمل منتج ينافس المنتجات العالميه. مش عايز ان انا اصنع وخلاص، لا، ده عمليه التصنيع والتغليف وكل حاجه بالنسبه للصناعه دي خطوات محسوبه. يعني أنا النهارده ما بقاش عامل حاجه كويسه جدا جدا وباجي اجي وانا بغلفها اوفر تطلع التغليف بتاعها وحش. صح. زي بعض المصانع هنا، في مصانع انا شفت انتاجها في الخليج، اشتغلت فيه وخدت منه وعملت شغل كويس جدا وكنت فرحان جدا، بس عمليه التغليف ليه يكون التغليف بسيط؟ طب ما احنا لو عملنا التغليف ده وغلفنا البضاعه اللي احنا عاملينها كويس وصدرناها ووصلت عند المشتري او وبقت تبع المواصفات العالميه لابد كل حاجه لازم تمشي مواصفات عالميه دلوقتي. صحيح. ما عادش في النهارده تقولي ايه مش هتتقبل. لا هي اقل من المواصفات. لا انت لازم النهارده المنافسه بتخليكي تمشي في طريق النجاح. مش معنى انك انت في حد بينافسك انك انت خسرانه، لا، لو ممكن اعمل الحاجه دي وانا عجبت بالحاجه بتاعته احاول اعمل حاجه احسن منه كمان او اعدل الحاجه اللي هو عملها. ده اللي المفروض ان احنا نمشي فيه على الخط. يعني انا شايف النهارده احنا مثلا بالنسبه انا مبسوط جدا جدا لما بنزل مصر كل شهر ابص الاقي في خلال شهر ولا شهر ونص الاقي فيه كوبري اتعمل، فيه طريقه عمل. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ احنا في حلم ولا في علم بالظبط يعني؟ لما تيجي تبص تلاقي اعمده الكهرباء اللي موجوده في الطرق، طبعا ده مش حد من رجال الاعمال عامليها، بالدوله هي اللي قامت بيه بالمجهود الجبار اللي اتعمل بالجهات السياديه على راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت العمليه كلها الطرق، بقت طرق زي طرق اوروبا زي طرق الخليج. كنت في يوم من الايام بحلم وانا ماشي بالعربيه بتاعتي في الخليج ان انا الاقي الطرق دي موجوده في بورسعيد او في القاهره. النهارده بقيت بشوف الطرق في القاهره 10 مسارات. ده فخر كبير بالنسبه لنا. الكباري اللي بتتعمل بسرعه جدا جدا. ده يدلك على ايه؟ ان انت بقى عندك تقدم صناعي من الدرجه الاولى. وعندنا بقت مدارس معماريه ومدارس هندسه خرجت دلوقتي من مصر. ما عادش كان العمل تصدر كمان ما كانش زي الامثال القديمه الشطره تغزل مش عارف ايه والكلام ده، لا. النهارده في تكنولوجيا، في مخ، في انترنت، وفي تنافس، والعالم كله بقى قريه صغيره. فلازم ان احنا كلنا نواكب الدول دي ونبدا نعدل من امورنا ونوصل على المستوى، لان احنا اصلا الدوله كنا بنصنع وبنزرع وبنصدر وبنعمل كل حاجه، كان عندنا اكتفاء ذاتي. ايوه صحيح. خدنا مرحله راحت مننا كل حاجه، لكن احنا في مرحله جت النهارده عشان ترجع لنا كل حاجه. ولازم احنا كشعب مصري يحس بالنعمه اللي ربنا اداها له ويقول الحمد لله ان ربنا اداني النعمه دي للايام دي، لان اللي ما بيحمدش ربنا النعمه ما بتفضلش في ايده. احنا كنا ضايعين، احنا كنا من بعد 2011 و2012 منتهيين. ما كانش هنبقى دوله ولا كان حد هيبقى كبيرنا وصغيرنا، محدش حتى هيعرف يحمي بيته. الناس كانت محبطه وتعبانه نفسيا، ما حدش هيعرف يحمي بيته. فالنهارده انت النهارده بقيتي في ناحيه الامن والامان، في شغل، في صعوبه. طب ما احنا ياما قالوا لنا اربطوا الحزام وفكوا الحزام، اربطوا الحزام وفكوا الحزام. اشمعنى الوقت 67 اشمعنى الوقت ان احنا هنيجي خلاص نقول الدنيا ما هي غاليه. بس انا لو قلت النهارده البنزين النهارده ب 9 جنيه مثلا، طب ما انا من 3 سنين في تركيا البنزين ب 16 جنيه اللتر. خلاص بس هو ده مش مدعم، انت كنت مدعم لغايه ولسه برضه في نسبه دعم، وفي لسه نسبه دعم موجوده. فاحنا مطلوب مننا ان احنا كلنا نتكاتف ونفكر في الشق الصناعي، عشان الشق الصناعي ده هيخلي هيفتح مجالات كتير. هيفتح عندك شق تجاري، هيفتح عندك كمان السياحه بتاعت الناس اللي جايه. زي ما احنا بنروح الصين بنبقى رايحين الطياره مليانه واحنا رايحين والطياره مليانه واحنا جايين، ده ليه؟ عشان بنروح ناخد منتج من عندهم. احنا عايزين الناس تيجي تاخد منتج من عندنا، عايزين ناخد منتج من عندنا حتى بعد كده يبقى بيتعامل معانا بيقول يا جماعه انا عايزكم انكم تدوني.
ممكن مستثمرين اجانب يجوا يبنوا هنا بقى مشاريع سياحيه كبرى ونشوف اوتيلات ضخمه او اسماء كبيره رنانه؟ والله حضرتك انا اقول لك كلمه يمكن انا سمعتها من ناس كبار سنا ومقاما وكل شيء. خليهم يجوا يبنوا، خليهم يجوا يستثمروا، خليهم يجوا يعملوا كل حاجه تفيد البلد. هي الدوله بتحاول تعمل تسهيلات وبالذات الاستثمار بقوانين جديده وغيره، محاولات يعني لسه فيها قوانين اهلا وسهلا باللي عايز يجي يعمل استثمار في مصر بورسعيد في اي مكان، اهلا وسهلا بيه وياخد التسهيلات وياخد كل حاجه. وساعه لما يجي يمشي، واحد عمل فندق، ساعه ما يجي يمشي وياخد الفندق معاه اقول له حاسب، ده الارض بتاعتنا. الارض بتاعتنا، بس في نفس الوقت انا استفدت منه حاجه، بقى في عندي مبنى جميل والناس تستثمر. ويمشي ليه والله لو الدنيا مستقره على مستوى العالم؟ على اسوأ الفروض لو فكر انه يرجع مش هياخد الارض. ودي الكلمه دي كانت كلمه الشيخ مكتوم. كان الشيخ يعني كانوا ولاده بيعرضوه، الناس عماله تيجي وبتتملك وبتبني وبتعمل الحاجات دي كلها. قال لهم يا اولاد خليهم يبنوا ويعملوا يعمروا لنا دبي هي. صحيح، وده حصل. بس لما يجوا يمشوا وياخدوا الارض قولوا لهم لا، الارض بتاعتنا. ايوه صح. فاحنا المفروض ان احنا يعني نفتح المجالات، نفتح المجال الاستثمار عالمي، يعني مش الاستثمار على قدك انت بتستثمري هنا، انت بتستثمري في بلد تانية وفي بلد تانية بتيجي تستثمر عندك. في كل واحد عارف ايه اللي هو هيعمله في مصر وايه اللي هيعمله بره. لا بورسعيد كمان بالذات الاولى بينا بالنسبه لنا احنا كمصريين رقم واحد اقول بلدي. طبعا. وبورسعيد كمان اهلها عندهم استعداد يبنوا قوي حتى بدون مقابل، يعني تبص تلاقيه لو حاجه تخصه هو بس او تخص بورسعيد هتلاقيه يجري جري يبقى بيسابق عشان يخدم ويقدم اللي عنده كله، يعني حتى بدون مقابل، بس المهم ان مدينته تبقى حلوه. البورسعيديه يعني هم ناس طيبين، والشعب الوحيد اللي ممكن تاخد عيونه الاثنين. صح، واهل كرم احنا يعني لامسين ده بايدينا. مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس انا اقول انما حقيقي البورسعيدي من القلوب الطيبه اللي تقدري تاخدي كل حاجه منه بكلمه طيبه، انما لما تيجي تاخديه بالعند صعب. جبار بقى. صعب يبقى 180 درجه عكس يعني. حقه. انا بشكرك شكرا جزيلا على اولا على المجهود اللي انتوا عاملينه، ورغم ان الظروف صعبه جدا في كورونا وفي تغيرات بتحصل مش بس على مستوى العالم يعني. هو حضرتك احنا يعني اللي صبرنا على جائحه الكورونا ان هي ما كانتش جايه لنا لوحدنا، ده جايه راحت في العالم كله، انما احنا فعلا تعبنا فيها وخسرتنا كتير، لكن الحمد لله رب العالمين هتعدي وان شاء الله الحياه تبقى اجمل من الاول كتير. احنا عارفين كمان الانشطه اللي بتتعمل على، يعني يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده، بس في حقيقه انشطه انا شايفاها غريبه، يعني مثلا نقول انه ماركه معينه من السيارات مش هينفع نقول اسمها نعمل تجمع ليها، سباق عجل، نعمل سباق عجل، مش عارفه، يعني في افكار كتير قوي انتوا كرجال اعمال ومستثمرين بتفكروا عشان تجيبوا الناس ان انتوا في المساحات الواسعه اللي عندكم انكم تستغلوها. فاحكي لنا الحكايه دي، وبالذات موضوع العربيات ده. موضوع العربيات في فعلا مصنع بيتعمل في شرق بورسعيد، وان شاء الله باذن ربنا احنا مستنيين بس ان هم تبدا العمليه تفتح شويه والامور والطيران يمشي للصين، وان شاء الله يكون لنا نصيب احنا كمان ان احنا بنفتح مصنع تجميع، مصنع سيارات كويس قوي، هيكون صيني بس على مستوى كويس جدا في متناول بقى يد الجميع، متناول الانسان العادي. الانسان العادي انا مش عايز اجيب السياره من 500,000 و600,000، انا عايز النهارده اللي هيعمل جمعيتين يقدر يجيب عربيه وتبقى كمان صديقه للبيئه وبالطاقه الشمسيه. هو ده اللي منتظر كله في الفتره اللي جايه. كمان انا بتكلم على الايفنتس البسيطه اللي بتتعمل، يعني انا عارفه ان انتوا عملتوا ماركه معينه من السيارات، جبتوا العربيات كلها كل واحد يمتلك النوع ده من السياره وعملتوا احتفاليه كبيره. دي كانت في احتفاليه اسم ماشي خلاص انا اسف. لا المهم الاحتفاليه دي بس ما تعطلتش الا السنه دي بسبب جائحه الكورونا، انما دي كانت بتفرحنا جدا جدا، لان كان بيبان قد ايه تفكير الشباب المصري ان هو لما بيكون عايز يعمل حاجه بيعملها. المصريين جدعان قوي. لا والبورسعيديه بيستجيبوا على طول، يعني اتقال في كذا كله استجاب. على فكره الايفنت ده كان بيجي من جميع انحاء الجمهوريه. مش بس من بورسعيد. ما كانش من بورسعيد، من جميع انحاء الجمهوريه، وكان كل واحد بيحاول يبدع على اساس انك انت تشوف الحاجه اللي عملتها. لو الشركه المنتجه شافت اللي هو الحاجه اللي هو عاملها هتقول له انت هتنبهر باللي عملوه. وفي يمكن فيديوهات موجوده ان شاء الله بنجهز لكم اسطوانات او سيديهات ولا حاجه ونبعتها لكم برضه. في معسكرات وفي حضانه بتحاولوا تعملوها بحيث انه يجي الام والاب يقضوا يوم كامل ويبقى ابنهم مثلا في حضانه. وده فعلا احنا عملناه هنا في النورس وكملناه دلوقتي
في المول الكبير اللي انتوا عاملينه في المول الكبير. والحضانه اللي عملناها احنا عملناها ليه؟ لان عندي جيم سيدات وجيم رجالي. فانا عايز السيده مرتاحه نفسيا بقى، مش اللي هي جايه بدل ما تسيب الطفل بتاعها عند الجار ويسمع كلمه مش مظبوطه ولا حاجه، طب ما تجيبه وتخش هي الجيم وتكون مسلماه في الحضانه ويخلص المده بتاعته دي، بتخلص مدتها في التدريب وتطلع تاخد ابنها تعلم وقاعد يلعب شويه العاب خفيفه. الحاجات دي كلها دي الحاجات اللي احنا بنراعيها. لازم انت تدوري على انك انت تكملي كل حاجه ناقصه للاسره وعشان تديها لهم. كويس جدا. انا بشكرك وبنشكرك على الاستضافه وان شاء الله نيجي تاني قريب يكون برضو في تطورات وتكون الازمه دي بقى انتهت بتاعت كورونا دي. ان شاء الله تنتهي الازمه وانتم نورتوا بورسعيد، وبنتمنى زياراتكم تكون متكرره عشان انتم برضو وجودكم بيخلي البورسعيديه بيبقوا فرحانين، لان انتم بتنقلوا الصوره بتاعت بورسعيد كمرئيات للناس كلها. صحيح. وانا سعيد جدا جدا بكم، متشكر جدا على اللقاء الجميل ده. من فتره طويله اكتر من سنه ونص هنا، والبحر زي ما انتم شايفينه كده تحفه، الجو تحفه. لكن اول مره بقى نشوف التغييرات اللي حصلت في الوقت قليل جدا، ان المكان هنا بقى ليه طابع، ليه نكهه. الناس بتيجي من بورسعيد عشان يقضوا طول اليوم هنا على البحر، يعملوا كمان رياضات يمكن احنا ما كناش نسمع انها موجوده اصلا في بورسعيد. وزي ما قلت لكم كل مكان ليه شكل. احنا قاعدين دلوقتي تقريبا قاعده عربي شويه كده، وهنتنقل قاعده ليها طراز تاني مختلف شويه، تحس انك انت في دهب، فمش حارمنا من حاجه. محمد دعايه هو من شباب المستثمرين الموجودين في بورسعيد، بيعشق بورسعيد وبيعشق دهب، لان ده واضح من الديكور، هنعرف ليه. ازيك يا محمد؟ اهلا بيكم، منور بورسعيد. منور مصر قريبه، واحنا متعودين دايما نجي لك هنا. ايه التغييرات اللي حصلت الحلوه قوي دي؟ احكي لنا كده على مدى السنه ايه الحاجات اللي عملتها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طموحاتنا السياحيه بلا حدود كشباب. بورسعيد بتثبت اقدامها على خريطه مصر السياحيه. احنا عاملين تنويع كتير في الشكل بتاع البيتش عندنا، اخد من شرم على دهب على نويبع، على يعني ميكس كده، بحيث ان يعني زوار بورسعيد ما يحسوش ان هم يحسوا ان هم شافوا كذا بلد في مكان واحد. مظبوط. فاحنا كل سنه بنجدد، بنغير شكل الاعداد بتاعتنا، شكل البين باجز، شكل الشماسي، شكل الكراسي. بنستخدم الشماسي من الطبيعه اللي هو الخوص والجريد النخل والحاجات دي كلها. وعندنا رياضات مائيه جديده، الكاياكس والفردي والزوجي وعندنا الكايت سيرفنج والويند سيرفنج. بدانا نشتغل على كورسات وبدا يبقى عليها طلب كويس. بس طبعا بدانا المدارس دلوقتي، فالدنيا هاديه شويه. يعني بنحاول نقدم كل سنه جديد. وانا شايف ان يعني بورسعيد خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول سياحيا بتتقدم. فاضل عندنا شويه حاجات كده محتاجينها برضو، مرسى الياقوت، على الممشى السياحي اللي هو على قناه السويس. محتاجين شويه شغل عشان السياحه الخارجيه ان شاء الله، واحنا ماشيين على الطريق المظبوط. انا اللي عاجبني ان انتوا عندكم استعداد تدخلوا في حاجات جديده، يعني ما جربتوهاش قبل كده. يعني مش كل الناس تسمع عن الكايت سيرفنج، لان بيبقى ليه ظروف معينه، وعايز بحر معين، وعايز هواء معين. فاحكي لنا عن التجربه بتاعتك دي، ازاي دخلتها انت لبورسعيد، او هي دخلت ازاي بورسعيد؟ والله بورسعيد بتتمتع بشاطئ فيه كل المميزات على مدار السنه. يعني الهواء، الايام اللي فيها هواء بنشتغل كايت سيرفنج وين سيرفنج، لان عندنا قوه الريح عاليه تقريبا 300 يوم في السنه. طبعا احنا لسه بنعمل نواه للكايت سيرفنج والوين سيرفنج في بورسعيد. احنا نتمنى وزاره السياحه تدعمنا شويه والمحافظه ان احنا نعمل ايفنتات كبيره ومسابقات دوليه للكايت سيرفنج والوين سيرفنج. ده هيحط بورسعيد على خريطه السياحه العالميه في الرياضات دي. الجو بتاع هنا يسمح انه، لان ده الموضوع ده عايز هواء وعايز امواج وعايز حاجات كده معينه. حضرتك قاعده دلوقتي في شايفه الهواء عامل ازاي؟ يعني لا، احنا عندنا تقريبا معدل الهواء بيبقى في نفس المستوى ده على مدار 250 260 يوم في السنه، وده معدل كويس كمعدلات رياح.
بالظبط كده. وطبعا الايام برضو حتى اللي ما فيهاش هوا عندنا رياضات تانية، عندنا زي الكاياكس، الستاند اب بوردز، يعني عندنا حاجات كتير ممكن في الايام اللي ما فيهاش هوا طبعا بنشتغل عليها برضو. عندنا كرة الطايرة الشاطئية، عندنا الراكت، طب خلينا في الكايت سيرفنج لانها جميلة قوي وصعبة على ما اعتقد، فاحكي لنا كده عليها، انت دخلت فيها ازاي؟ محتاجة ايه؟ محتاجة مؤهلات ايه؟ انت عملت شغل حلو قوي دلوقتي شايفينك عملت استعراض يعني، فاحكي لنا كده عن بصي حضرتك، الكايت سيرفنج دي رياضة هي المستقبل، لان يعني كمية الاقبال عليها خلال ال5-6 سنين اللي فاتوا كبيرة جدا، لانها رياضة بتعتبر لايف ستايل، يعني بتبقى هوايه زي اللي غاوي صيد غاوي سفر. الكايت سيرفنج الناس بتلعبه، بتعرف ان في هوا في بورسعيد، بتخش تشيك على الويند خلال ال3-4 ايام الجايين او الاسبوع اللي جاي، بتلاقي ان في بورسعيد هوا، فبيبتدوا ييجوا يلعبوا كايت سيرفنج. والميزه عندنا كمان في بورسعيد الموج، يعني اللعب على الامواج مع الهواء دي ميزه مش موجوده في اي بلد تانية، يمكن دهب او الغردقه. الميه فيها تدريب قد ايه وقت التدريب اللي ياخدها الكايت سيرفنج؟ حوالي 10 ساعات، يعني نتكلم في 5-6 ايام. 10 ساعات ممكن في اليوم يعني؟ لا يعني كل 10 يعني 10 ساعات 10 ساعات على 5 ايام بالاشراف مع مدرب معتمد. طبعا هي ما بتاخدش وقت، بس اهم حاجه ان اللي بيبقى عايز يمارس الكايت سيرفنج يحب الموضوع، يعني يحب رياضه الكايت سيرفنج، ويحب ان هو يكون مغامر شويه. مش محتاج عضلات على اساس انك بتتحكم في الكايت نفسها؟ اولا مفيش، الموضوع ما فيهوش قوه خالص، الموضوع كله لياقه، الموضوع كله تمرين ومزاوله. يعني كل ما بتزاولي اكتر كل ما خبراتك بتزيد في الرياضه، وبتبتدي بقى تتعاملي مع كل انواع الهواء. طبعا كل هواء وليه مقاس، يعني الطيارات بتختلف على حسب قوه الهواء وضعفه. يعني الهواء قوي بتاخد طياره صغيره، الهواء ضعيف بناخد طياره كبيره. قولي بقى انت كمستثمر طبعا لما بتشوف التغيرات اللي حصلت في وقت قليل، مجهودات الدوله اللي عاملاها، ما اعتقد في فرق كبير، بدايه من الطريق السريع وصولا بقى لانه في الطرق هنا ابتدوا بيعملوا مشاريع مختلفه، مشاريع قوميه على مستوى المدينه، فحسيت انت في فرق؟ طبعا بورسعيد اتغيرت جذريا خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول، على مستوى حجم الزوار اللي بيخشوها دلوقتي بقوا كتير. بورسعيد بقت بلد جاذبه سياحيا للمحافظات حتى القريبه مننا. احنا كنا الاول بنروح راس البر وبنروح الاسكندريه وبنروح الساحل وبنروح شرم، دلوقتي احنا اللي بيجي لنا ناس من الاماكن دي بفضل التطورات الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت. وزائد كمان ان احنا بنطور وبنغير دايما وبنغير ستايل البيتش كل سنه، وده بيخلي الزوار ما يحسوش بملل. بيقولوا لي اهل بورسعيد بيزهقوا بسرعه، الكلام ده صحيح؟ فعلا ما عشان كده احنا يعني دايما غير اي اهل مدن تانية. احنا عشان كده دايما بنجدد في الشكل الشماسي بتاعتنا، شكل الاعداد بتاعتنا، لان طبعا وخلي بالك كمان المهم كمان دلوقتي التصوير، يعني الناس بقى بتحب التصوير قوي، فدايما بنعمل لوكيشنز تصوير جوه المكان زي ما انت شايفه القعده العربي، عندنا المدخل برضو فيه الديكورات. جبت حد استعنت بحد ولا انت من رؤيتك انت قررت تعمل ديكورات؟ والله انا يعني بحكم عشتي في دهب فتره طويله وشرم الشيخ، واضح انك متاثر بيها جدا. طبعا هي يعني انا روحي هناك، لكن طبعا بورسعيد انا اتولدت فيها ونشأت فيها وعايزه تبقى دايما احسن بلد في الدنيا، لان هي فيها مؤهلات كبيره ان هي تبقى بلد سياحيه على اعلى مستوى. مدخل بورسعيد مدخل مصر الشرقي، بتطل على قارتين افريقيا واسيا، يعني موقع عالمي. احنا بنأمل ان الفتره الجايه احنا خلاص بقى عندنا زوار من داخل مصر كتير، نشوف خواجات بقى كمان زي زمان. والله انا عايز اقول لحضرتك نفسي المراكب بقى السياحيه بتاعتنا اللي هي بتتجول في موانئ اوروبا كلها وبتيجي مصر، لازم تنزل بورسعيد، لان بورسعيد بلد حلوه جدا، شواطئها بقى فيها كافيهات ومطاعم على اعلى مستوى. احنا محتاجين عمله صعبه،
يعني خلاص ده بقى. هيدخل لنا فعلا عمله صعبه واستغلالها كمان من قناه على السويس. فكرة بورسعيد بوابة الخير لمصر كلها صدقيني، سواء كصيد كسياحة كتجارة كصناعة. بورسعيد مستقبلها سياحيا وتجاريا وصناعيا مهم جدا للدخل القومي المصري إن شاء الله. في الفتره بقى الصعبه بتاعت ازمه كورونا دي، اولا انتوا عملتوا ايه كمكان واهتميتوا انكم تلتزموا بالسلامه الصحيه والشهادات، او انه يجي كل شويه حد يجي يكون بيتابعكم وبيشوف اذا كنتوا ملتزمين ولا لا؟ الناس التزمت هنا كمان، الناس اللي بتجيلك ملتزمه قد ايه؟ وبعدين كلمنا كمان عن يعني ما بعد بقى الازمه، ناويين تعملوا ايه؟ هتزودوا ايه؟ بص حضرتك، احنا اصلا كاماكن سياحيه واجب علينا ان احنا نخاف على زوارنا اصلا من غير متابعه حتى من وزاره الصحه، او احنا اصلا اللجان اللي بتنزل طبعا احنا اصلا كل الاستاف عندنا لابس كمامات، عندنا جهاز كشف الحراره على كل جست بيخش المكان، بنقيس حرارته قبل ما يخش. دي حاجات فرديه كاصحاب منشآت بنعملها حرصا على زوارنا اصلا. فاحنا طبعا احنا طبعا مرينا فتره صعبه اللي هي الفتره بتاعت الكورونا نفسها، لكن بعد كده لما بدانا نفتح واحده واحده يعني بدانا نعمل تباعد ما بين الترابيزات وبعضها، الاعداد برضو مفيش زحمه، المعقمات طبعا حضرتك يعني وشايفه في ارشادات كتير، حاطين ارشادات، عندنا اجهزه كشف الحراره، عندنا الكمامات طبعا كل الاستاف لابس كمامات، في تعقيم طبعا للترابيزات اول باول، جست بيقوم بنعقم مكان. طيب لو اتكلمنا بقى عن مبادره اليوم الواحد او مبادره رحله اليوم الواحد او الويك اند، المفروض ان الفتره دي يعني العالم كله بيقوم او بيدور دلوقتي على الرحلات الداخليه او السياحه الداخليه، انتوا بقى عاملين ايه ومجهزين ده ايه؟ ان شاء الله ممكن على شويه يبقى في اجازات الكريسماس وبعد شويه تبص تلاقي في اجازه نص سنه، مرتبين ايه على اساس يعني حته السياحه الداخليه دي تزداد؟ بص صدقيني احنا بنعمل بنبذل اقصى مجهود كاماكن ان احنا دايما بنجدد. عندنا طبعا راس السنه والكريسماس بنعمل حفلات في راس السنه والكريسماس، بس طبعا مش حملات بقى عشان مش حفلات كبيره عشان التجمعات وكده، فبنعمل يعني حاجات بقى ايه، تخت شرقي، قعدات هاديه يعني بالظبط، فاير كامبينج. في الشتاء طبعا داخل علينا طبعا الرجل بتخف شويه على البحر عشان الجو بيبقى برد، فبنعمل بقى شغل النار، قعدات النار على البحر، دي برضو بتجذب ناس كتير. الكريسماس راس السنه على حسب بقى طبعا، احنا عشان على البحر على طول فدايما بنشيك على المناخ. لو في مطر بيبقى صعب ان احنا نعمل حفلات في راس السنه، بس يعني احنا اب تو ديت يعني بتتابع الايفنتس بقى اللي زي ما بيقولوا ايه، بيبدعوها، بيفكروا يطلعوها، زي الايفنتس اللي ليها علاقه بالرياضه دي، بيبقى عليها اقبال كمان من اهل طبعا. احنا اصلا عندنا كل سنه بنعمل هنا زي بطوله الجمهوريه للكروس فيت كل سنه، اللي هي دي بتبقى بنعملها كل سنه في شهر 4 في شهر ابريل. ايه الكروس فيت؟ الكروس فيت دي اللي هي مسابقات تحمل، اللي هي حضرتك يعني بيجروا بحديد، بيطلعوا، بيبقى زي مش عارف اشرح لك ازاي، بس يعني هي كلها سباقات لياقه، واللي هي قفز حتت عاليه وبتعمل قفز حتت عاليه، والجري بالاحمال بكاوتشات العربيات، بيدحرجوها بطريقه معينه. دي بتبقى مين اللي فكر في الفكره الظريفه دي؟ والله احنا يعني احنا ومجموعه من الشباب اللي هم الشباب البورسعيدي خريجين كليه تربيه رياضيه هنا عندنا في بورسعيد، ابتكروا موضوع الكروس فيت على البحر كمكان مفتوح يقدروا يعملوا فيه المناسبات دي. طبعا انا بامل كمان ان احنا عندنا بقى ايفنتات للكايت سيرفنج والوين سيرفنج، بس حاجه بقى الدنيا دوليه، بقى تستقر شويه، حاجه دوليه ان شاء الله برعايه وزاره السياحه وبرعايه المحافظه ان شاء الله. بس دي عايزه شغل من دلوقتي، في ناس انتهزت الفرصه وبترتب اوراقها دلوقتي انها تكون بتعمل دعايه، مجرد ما حصل الفتح بقى والسما ابتدت ترجع تاني بالطيارات، تبص تلاقي الايفنتس دي اشتغل. بص هو حضرتك دايما الاماكن الاول دور بتبقى شويه يعني صحيه اكتر للمناسبات دي، الشمس، الهواء، نستغل الفرصه بالظبط يعني مش بالظبط احنا دايما بنحاول نفكر خارج الصندوق بافكار جديده، وعندنا كل الدعم بصراحه من المحافظه، عندنا التنفيذيين على مستوى بيساعدونا وبيقفوا جنبنا، فيعني واحده واحده ان شاء الله. بورسعيد يعني كل سنه عن سنه سياحيا
في تقدم كويس جدا. مخطط لحاجه اليومين اللي جايين دول او دلوقتي بترتب اوقات مختلفه شويه؟ بقى ان احنا يعني نخرج بره المدينه ونعمل حاجات بقى خارج المدينه في المشروعات الجديده اللي المحافظه بتقوم بيها. كويس. برضه في نفس النشاط الوزاري. هتفرق بقى حكايه اليخوت او مينا يخوت ويبقى في شغل كبير كمان على مستوى دولي. طبعا حضرتك مينا اليخوت دي المفروض ده كان مشروع قائم من اكتر من 20 سنه اصلا، بس يعني متأجل لظروف معينة. حان الوقت بقى ان احنا نبتدي نفتح الملف ده تاني، لان احنا مدخل قناة السويس، وكل اليخوت اللي بتعدي لاوروبا او بتطلع من اوروبا لاسيا بتعدي عن طريق بورسعيد. فلازم يبقى في مرسى اليخوت، لان الناس دي بتنزل تصرف كويس جدا في البلد، بتاكل وبتشرب وبتكمل الرحله بتاعتها بالاكل والشرب من بورسعيد هنا. فلازم نفكر ازاي نجذب الناس دي، اليخوت دي، انها تستقر في بورسعيد يوم او اتنين. الناس دي بتصرف جامد وبيبقى حركه في كويسه جدا. انا يعني من خلال مصر قريب احنا بندعو الناس المصريين على الاقل الفتره اللي جايه دي انه تعالوا، ممكن تيجوا ويك اند. الموضوع مش محتاج اجازه طويله ولا محتاج اجازه كريسماس ولا نص سنه، لا تعالوا قضوا يومين هنا هتبسطوا جدا جدا، وهتعملوا وهتشوفوا كميه كافيهات حلوه، البحر تحفه، النشاطات اللي عاملينها حتى الشباب لوحدهم كده بيعملوا العاب كتير بحيث انه اي حد عايز يشارك هيستمتع اكيد بيها. انا بشكرك ومستنيين بقى المشاريع، كل شويه هنبقى متابعين، وان شاء الله الازمه دي تخلص ونبص نلاقي هنا مين عارف، نبص نلاقي من العالم كله موجود ناس هنا. لا ان شاء الله انا متفائل خير ان بورسعيد على الطريق الصحيح سياحيا، وواحده واحده يعني احنا بنحب بورسعيد قوي وعايزينها دايما تبقى دايما في المقدمه، بس ايد واحده، الايد لوحدها ما تسقفش. لازم نفكر بصوره مستثمرين مع دوله مع الوزاره اللي متمثله في الوزاره. بالظبط، لازم نفكر مختلفه وعلى نطاق اوسع عشان الخير يعم على الناس كلها. نتكلم حد عن السمك والاكلات الحلوه يقولنا لازم تروحي سوق السمك. جينا هنا السوق طبعا عامل زي الاسواق اللي في دبي، الاسواق اللي بره، انه سوق مغطى كله على مساحات كبيره جدا جدا، عدد كبير من الشوادر السمك اللي موجوده محطوطه بتنسيق وبحب وانواع مختلفه، ويمكن هنا في كام نوع كده مش موجود غير هنا بس في السمك، فالحقيقه ممتع جدا. الظريف بقى انه مش بس كده، لا ده في كمان مطاعم بتخدم على المكان، وكل اللي عليك انك انت تختار السمك اللي انت عايزه، تختار اي مطعم من المطاعم دي وهو هيسويها لك ومن غير اي ما ياخد منك حساب التسويه ولا حاجه، يعني يا دوبك بس انت كل اللي عليك انك تشتري. بيحكوا هنا انه طبعا في الويك اند او في نهايه الاسبوع بيجوا ناس كتير جدا، وبيجوا ناس من مصر كلها او كمان اجانب وقت ما الدنيا كانت مفتوحه، ويشتروا كميات سمك ويرجعوا بيها بلدهم مره ثانيه. فتعالوا نشوف بقى السوق بقى بتفاصيله والناس الحلوه اللي بتشتغل فيه. طبعا كان لازم نتكلم مع حد من البياعين هنا والناس اللي عندها شادر يعني سمك. معانا مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. مصطفى الدولي، مشهور انت بمصطفى الدولي. تمام. اولا مبروك على المكان كده بقاله قد ايه تقريبا؟ بقاله بتاع سنه ونص كده. احكي لنا كده يعني مساحته قد ايه، او في كام شادر زي بتوعك كده؟ هو المحل اللي كله عامل 204 محل، 104 محل سريحه و100 محل قطيعه كبار زي دول كده. ايه السريحه دي؟ يعني ياخدوا سمك ويلفوا بيه؟ محلات صغيره و100 محل كبار، محلات كبيره. ايوه. وفي بتاع 25 مطعم او 30 مطعم تجهيزات في السوق. اشهر السمك بقى بتاع بورسعيد ايه؟ اشهر السمك الجمبري والكابوريا والوار ال111 والسيبيا. جمبري انهي نوع جمبري؟ انا عارفه ان الجمبري بتاع السويس ده مختلف، اللي هو لونه رصاصي. الجمبري ده السويسي ده احلى حاجه. ده احلى حاجه احلى من الاحمر ده. احلى من الاحمر. في الاحمر الفراوله ده برضه. في الكابوريا المبطرخه ديت. ايوه. دي الكابوريا النتات المبطرخه. جميله. دي بقى كلها بطارك كده. كلها بطارك كده بالواحده. انا فاكره جيت هنا انا وانا ونور وكلنا
بطارخ، مره شوربه بطارخ ومره بطارخ بالموتزاريلا ومش عارفه ايه. الموتزاريلا فقول لنا اولا احنا عندنا في القاهره مفيش بطارخ دي، فايه الحكايه يعني؟ اشمعنى بورسعيد المشهوره هي بالبطارخ؟ بورسعيد هنا الميزه في السوق دوت اللي هو سوق حضاري في حاجه واحده، بتجيب الحاجه من هنا بسعر رخيص، والمطاعم هنا تجهيز بس. بتجيب من هنا مثلا البطارخ وبتجيب الجمبري، المطعم بيجهزها لك، شوربه سي فود، بيعمل لك مالي، بيعمل لك طواجن، والترابيزات والقعده هنا ببلاش. يعني خدمه ببلاش هنا. حلو قوي. ده حلاوه السوق اللي هنا. ان السوق فيه محلات للاكل وكمان بيع. وكمان بيع، بتشتري اللي انت عاوزاه بتنقيه من هنا وبتجهزه في المطعم اللي انت عاوزاه. الستات البورسعيديه شاطرين شاطرين في الطبيخ قوي. تمام. فاحكي لنا كده اشهر الاكلات هنا ايه بالسمك؟ هنا في السمك في الحنشان دوت. ده بيتعمل ايه، طاجن ده؟ ده بيتعمل طاجن وزيت وليمون، وبيتعمل شوي رده. ده ايه كله من جوه لحمه ده ولا ده فيه؟ كله جوه لحمه، بيتسلخ كده بس. وكل لحمه كده وطازه وحي. بس ده سمين شويه. ده سمين ده بيتعمل طاجن بالبطاطس ومال وكلام من ده. في القاروص ده بيتعمل زيت وليمون لسمك القاروص، زيت وليمون وبتشوي رده برضه. السمك السجان ده بقى اشهر سمك عندنا ده السجان. ده بيبقى كله بحر كده. حلو قوي. بيبقى كله طازه. ده من البحر هنا بس، كنال بس. هنا بس مفيش غير هنا. مشهور في بورسعيد البغل. بيتعمل ايه ده، مقلي ده ولا بيتعمل شوي؟ ده مشوي. والسيل ده، السيل ده برضه من اعلى سمك عندنا. ده زي السردين. ده اعلى من السردين، ده اعلى سمك شوي. حط صينيه بطاطس وبتاع؟ لا شوي بس، ده شوي بس. صغير ده شوي بس؟ وده شوي بس. ده الله، ده موسى ده؟ ده البربوني. بربون قصدي. ده البربون الاحمر البلدي. ايوه. ده الفراوله. ده على فكره طعمه زي الجمبري كده. زي الجمبري، فسفور برضه. جميل قوي. ده بلدي برضه بالواحد. وبرضه البوري برضه هو بلد ده اللي احنا عارفينه ده. بس ده البحر مش المزارع. ده البور البحر. ده طعمه احلى بكتير. وفي بص حضرتك برضه ده المبطرخ بقى. الايام دي ايام بور المبطرخ. يعني ايام الشتاء دي البور المبطرخ كده بيبقى كله بالواحده. عامل ازاي يا نهار ابيض؟ بيبقى بالواحده كده. حلو قوي دي. وكله فريش كده طازه. فريش بنعرفه منين بقى من اللي مش فريش؟ الخرطوم الاحمر ده. الخياشيم بتاعته حمراء وعينه بتلمع كده. عين السمكيه بتلمع وخرطوم احمر. طب الجلد يبقى لازق ولا يبقى مفاك؟ بيبقى حي كده والظبط فيه بتاع البحر. الجمبري نعرفه منين اذا كان طازه ولا مش؟ والجمبري بتبقى الجمبريه كده طازه، بتبقى دماغها مش سودا. لو دماغها سودا بتبقى بايته. لو مكسره تبقى بايته. تبقى ماسكه نفسها طازه كده فريش. انتوا مبسوطين بالسوق هنا والدنيا ماشيه حلو؟ السوق هنا 100 100 وسوق حضاري. احسن من الاول؟ واحسن من الاول وانضف من الاول كمان. والناس بتيجي فيه او مواعيد معينه للاقبال، يعني جمعه وسبت مثلا اكتر؟ خميس وجمعه وسبت كل الاغراب بيجوا هنا سياحه، لازم يجوا سوق السمك. يعني الاغراب بيجوا بورسعيد عشان يشتروا ويرجعوا بقى بلدهم. في الاغراب كلهم بيجوا خميس وجمعه وسبت، بيشتروا السمك من هنا وبيجهزوه، وهم مسافرين كمان بياخدوا ايس بوكس سمك، وهم مسافرين بياكلوه في البيت عندهم كمان. ايه الحاجات المشاكل اللي بتقابلوها هنا؟ في مشاكل ولا الحمد لله الدنيا زي الدنيا تمام والدنيا زي الفل والدنيا تمام. موضوع كورونا ده ما اثرش عليك لا ولا؟ مش كورونا ولا في اي حاجه هنا. ما اثرش عليك؟ لا الناس نظيفه هنا والسوق 100 100. انا شايفه نظافه زي الفل، وفي ناس على طول بتنزل الميه في في المواسير. والسوق نظيف و100 100. حتى الاغراب بيجوا هنا بيتبهروا بالسوق كمان. نتمنى كده يوم من الايام بقى نشوف اجانب هنا وخواجات كتير. بيجي اجانب هنا بيجي اجانب كتير وبياكلوا في المطاعم التجهيز دي. يعني الاجانب بيجوا هنا، اجانب وصينيين وروس بيجوا في المطعم هنا. برضه حضرتك لو رحت هناك شفتيه، اتفرجت على المطعم، تلاقي في اجانب بتقعد تاكل وبتجيب الحاجه وبتجهزها زي بره بالظبط. ايه اللي جايين من هيئه قناه السويس، يعني من قناه السويس والمراكب، ولا بيبقوا جايين سياحه؟ لا دول بيبقوا جايين سياحه وبيبقوا في مقيمين هنا. في ناس عايشه هنا؟ في ناس عايشه هنا. بيجوا يشتروا من هنا الحاجه وبيجهزوها هناك. انا يعني بشكرك شكرا جزيلا، وتسلم ايديك. الحاجه شكلها زي الفل وعرضها حلو والوانها حلوه. ربنا يكرمك. احنا اتشرفنا بيك يا مدام، اتشرفنا بيك. لما بتركب المعديه كده لمده مثلا من 10 لربع ساعه كده، بتوصل طبعا من بورسعيد تروح لبور فؤاد. بور فؤاد تابع لمحافظه بورسعيد. كانوا بيسموها زمان حي، كانت يمكن هي الحي السادس او حاجه زي كده من الاحياء بتاعه بورسعيد. اتعملت سنه 1920 وكانت معموله للاجانب الانجليز والفرنسيين اللي كانوا عايشين هنا وكانوا بيشتغلوا في قناه السويس. فمعموله بطرز فرنسيه، ولو شفناها بور فؤاد مليانه بالبيوت الجميله دي.
بيوت يمين وشمال زي ما انتم شايفينها معموله باللون الابيض والاحمر، ومعمول السقف بتاعها اللي هو زي السقف الانجليزي ده او الفرنساوي اللي هو علشان المطر وغيره. وبيبقى دايما في جناين في النص ما بين الشوارع. تقريبا اول ما اتعملت الكلام ده فتحها الملك فؤاد، الكلام ده سنه 1926 لما تم افتتاحها، وكان فيها تقريبا 800 اجنبي عايشين في المنطقه هنا. المكان حلو جدا جدا، لسه في بيوت كتير، شوارع كامله معموله بالطرز الفرنسيه دي. تدخل هنا تحس بسعاده بالغه، تحس انك غيرت، اكنك اتنقلت من مكان لمكان. وزي ما قلت كان حي طبعا، وبعدين بقت زي مدينه تابعه لمحافظه بورسعيد، جميله جدا. انصحكم لازم تزوروا بور فؤاد.